بنت يا رشا، رشا ايوه يا بابا. انت نايمه على ودانك؟ مالك، في حاجه ولا ايه؟ ابسط يا عم. في ايه؟ عارفه الولايه ام كلام ابو ليل اسمها ام اسلام؟ الله أيوة. يجحمها. ايوه مالها؟ جاي لك عريس عن طريقها. تعرف تجيب حاجه عدله دي؟ واحنا عارفين، ما يمكن اي حاجه بقى، خلينا نخلص من وشك. يا لو يا قاعده على قلبك ساتر. للدرجه دي؟ لا انا عايز افرح بيك يا بنت. ماشي يا بابا، ها اللي انت تشوف، انا موافقه على اي حاجه. اقول لك ايه، نعم. انا اقوم الصبح ان شاء الله كده هروق لك الشقه، وانت بقى اظبطي لقمه كده ولا حاجه. ماشي يا بابا. يلا نخش وأنا هروق اريح معاك. كده وافكر هقول له ابن المؤذيه ده. ماشي يا بابا. يلا يا رشا، يا رشا بانه جه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله عم ناجي، وبركاته. ازيك؟ اهلا وسهلا. انا محمد العريس اللي تبع الحاجه ام اسلام. اهلا وسهلا بيك يا ابني، أهلاً منور بيك. الدنيا. الله يخليك. اتفضل يا ابني، اتفضل ينور. اتفضل. مكلف نفسك كده ليه يا ابني وجايب بطيخه؟ انا جايب بطيخه وجايب لك موز. موز؟ طلع جنينه الحيوانات. اتفضل. يا اهلا وسهلا، ازيك؟ اهلا بيك يا عم. عامل ايه؟ الحمد لله. شرفنا يا سيدي بمعرفتك. الله يخليك. انا الحاجه ام اسلام قالت لي على العروسه رشا، فقلت يعني اجي لحضرتك ونتقدم وكده ونشوف طلباتك ايه. يا اهلا وسهلا. الله يخليك. طلبات بسيطه يا ابني زي اي حد. الله يديك الصحه يا رب. امال يعني شايفك جاي لوحدك كده، فين ابوك وامك؟ والله ابويا بيعتذر لحضرتك وعنده شغل في المصنع، وقال لي روح انت يعني، فانا قلت اجي لك يعني. البركه في ربنا وفيك. طب الله يخليك يا عم. ست الوالده؟ والله الحاجه عندها شغل في البيت، مسيح وكده وترويق، فقالت لي روح انت يعني اتفق مع الجماعه يعني. طب عمك؟ لا ما هي مش زفه يعني اجيب عمي وخالي لا مش هينفع اجيب حد. ليه؟ وانا جاي زفه يا عمي؟ لا 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 الله. خلى دلوقتي احنا جايين نتفق. تمام. وعمي وخالي وقرايبي والعيله كلها موجود. تمام. واختلفنا، مش هتحصل مشكله؟ اكيد هتحصل مشكله. طب انت عايز مشكله تحصل؟ لا يا ابني مش عايز مشاكل. طيب خلاص، وانا مش مالي عينك، جاي نتفق. لا يا عم انت تملى عين الباشا. طلباتك. والله كلامك مقنع. خش في التفاصيل على طول. طيب يا سيدي. انا جاي وداخل البيت من بابه، وجايب معايا موز وبطيخ اهي، بطيخه حمرا وموز اهو احمر اصفر. ما علينا يا ابني، يعني مش جاي فاضي، خلينا نتكلم يعني انا راجل وماله هدوم. ايوه، وجايب كيسين فاكهه. خش طيب. بقى في التفاصيل. طيب الشقه يا ابني، مالها طب الشقه؟ الشقه فين؟ هنا. هنا فين؟ هنا معاك هنا. هنا فين؟ هنا في الصاله يعني؟ هتتجوز في الصاله؟ في بيتي؟ في بيتك ازاي يا ابني؟ ده اقل عريس وانتن عريس بيجيب شقه اوضتين وصاله. لا ما هو ده الناس العاديه، احنا دلوقتي بنتكلم في الشقه. انت ايه الناس دي العادية؟ بنتك ولا مش بنتك؟ بنتي. انا جاي اتقدم لها. بنتي. كلام جميل. بتحبها ولا ما بتحبهاش؟ طبعا بحب بنتي، بنتي يا جدع. طيب عايزني اخدها وامشي بعيد عنك ليه؟ هي الاصول كده. الاصول ماليش دعوه بالاصول، انا بتكلم بالعقل. انت بتحبها ولا أيوة. ما بتحبهاش؟ طبعا بنتي بحبها. خلاص انا مش هاخدها وابعدها عنك، انا هخليها جنبك ونتجوز هنا بنفس البيت. الكلام ده ازاي يعني؟ مش قادر اقتنع يا ابني. انت مش تجيب شقه عشان تتجوز فيها؟ ده العرف، الناس كلها بتعمل كده. انا لا، انا بتكلم في الحاجه اللي تخصك والحاجه اللي فيها مصلحه ليك. يعني انت قلبك عليها عشان بنتي الوحيده يعني. بالظبط، برافو عليك، انت كده فهمتني. عندك حق والله، اقنعتني. ده ولا سقراط في زمانه. خلاص كده موضوع الشقه اتحل. اتحل يا ابني. نقعد هنا؟ امري لله. ولا اخد البطيخه وامشي؟ لا هو مش مساله بطيخه. ايه طيب ده بس؟ ماشي. طب الشبكه بقى هتجيب بالنسبه إيه؟ للشبكه بقى شوف انت عايز ايه. صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الدبلتين والمحبس وسلسله، حته اسوره، حاجات كده خفيفه يعني. بس كده؟ بس كده. بس انت هاتهم. انا اللي اجيبهم؟ ايوه. لا انا ما اجيبش انا فلوس، انا ادفع فلوس في دهب ليه؟ هو الشبكه يا ابني؟ هو انا هلبس سلسله؟ هلبس حلقه في ودني يعني؟ لا طبعا. طب ادفع فيه فلوس ليه؟ مش الحاجه دي لبنتك؟ ايوه. طيب انت اللي تدفع فلوس الشبكه عشان دي فلوس بنتك. ايوه يا ابني، بس لا قدر الله حصل حاجه كده ولا بتاع. حلو. لو طلقتها وان شاء الله تتطلق، ساتر يا رب، اعوذ بالله. الدهب ده مين اللي هياخده؟ يخرب بيتك يا ام اسلام. انا ولا هي؟ دي هي طبعا. ادفع انا بقى فيه فلوس ليه؟ صحيح، الناس دي مجانين ولا ايه؟ معايا ولا مش معايا؟ معاك يا ابني. يعني انا ادفع فلوس في دهب عشان هي تلبسه
ده ولما انت- تحصل مشكله هي تاخده، خلاص ادفع انت فلوس الذهب. وعلى ايه يا عم؟ بلاها دهب. ده انت افلاطون وسيفالس وسقراط الثلاثه يقفوا صف واحد كده أصول ولا مش ويعملوا لك أصول؟ تعظيم سلام والله. اصول ولا مش اصول؟ هي لحد دلوقتي اصول. طلباتك ايه تاني؟ خلينا نخلص. القاعه بقى، قاعه مالها القاعه؟ عايز بقى انا قاعه بقى ايه؟ ليه سد ليه هذه ليه الشمس. ليه, ليه ده كله؟ هي قاعه صغيره عشان قرايبنا واهلي وناسي واصحابها وحبايبها يجوا يطبلوا ويرقصوا وتربيه التي وتربيه التو والحاجات دي. يعني انت جايب العيله وعيله العيله، عيلتكم كتيره يعني. اه طبعا. طب احنا عيلتنا صغيره، اجيب انا قاعه كبيره ليه؟ هات انت بقى القاعه الكبيره لقرايبك واصحابك وجيرانك وحبايبك وكلهم، مفيش الا انا وابويا وامي وخلاص. هنقعد 3 كراسي على جنب كده، يخرب ادفع انا بيتك بقى يا فلوس ليه مسلم. بقى في القاعه؟ في جبل عليه شحات. مش شحات، اصول بالعقل بالعقل. مش انت هترقص فرح بنتك ايوه وهتغني وهتشغلوا الدي جي وبتاع والدنيا تبقى حلوه، اكيد طبعا. وقرايبك هيرقصوا ولا مش هيرقصوا؟ اكيد. ادفع انا بقى فلوس ليه عشان انت ترقص انت وقرايبك؟ انا مش هرقص ولا ابويا وامي هيرقصوا. العقل بيقول ايه؟ انت اللي تدفع القاعه، يبقى انت عليك الشقه والشبكه والفرح. انا جايب بطيخ. يخرب بيت ام البطيخه يا عم. جايب خدها موز. يا عم، افعص لك الموز، اعملوا لك مربى تاخده وانت ماشي. يعني انا مش داخل ببلاش، انا صارف وجايب وجاي اتقدم وداخل البيت من بابه، يعني مش جاي كده وخلاص. طب ناخد بس راي العروسه يعني. مال العروسه هتموافقه؟ موافقه ايه يا عم؟ انت عمال تتكلم كده، انت كاسر عيني يا عم، انت مصورني وانا في الحمام. انا عامل على احراجك. الراجل من ايه؟ من بنتي. هي تشوف خلقتك العكله تقول لك لا مش هتقول عايزاه. موافقه؟ ليه يا عم؟ انت فاكر نفسك محمد صلاح؟ نادلة انا بقول لك هتقول موافقه. وزعلت لا. انا واثق من نفسي انها وحياة ربنا مش هتقول لا، ده هتلف في وشك وتجري. ده ما وخد البطيخه المقرعه بتاعتك لا دي. لا الا البطيخه. عايز تنادي على بنتك؟ انا اول مره اشوف عريس داخل ببطيخه. عايز تاخد راي بنتك؟ بس انا عامل على شكلك ولا الموز. وحضرتك. الموز انت رايح جنينه الحيوانات. بعد الجوازه ما تتم الحاجات دي حلالك. شكلها مش الجوازه ما هتتم تمتش بمنظرك الهيكل ده. اخدهم وامشي. يا عم خدها بطيخة وخد وجايب انت موز. كاسر عنا. طب بالراحه على البطيخ. حاك عليا يا بطيخه اهو. يا بطيخه يا بتاعت محمد. نادي على بنتك خد رايها. نسيتني اسمها الله احرقك. يا رشا يا رشا. والله العظيم راجل غريب. ايوه يا بابا. تعالي شوفي العريس عشان ناخد رايك. انا موافقه يا بابا. نهار ازرق. موافق على ايه؟ موافقه على العريس. بصيتي له كويس؟ اموره. ده 70 سم يا بنت ولا 80 سم؟ الله قلت يسامحك. لك هتوافق ولا مش هتوافق؟ شكلك انت ايه دلوقتي قدام بنتك؟ عامل زي البنطلون الشروال اللي بيبقى ب 30 انت جنيه جايب ده. بطيخه يا بابا، انا بحب البطيخ. وموز. رايح جنينه الحيوانات. ايش؟ بنتك وافقت خلاص، يبقى احنا كده اتجوزنا. يعني ايه؟ يعني جوزته البنت دلوقتي كمان بقى ما فيش مأذون يخرب بيتك. المأذون ايه؟ ليه مأذون؟ مأذون حتى لو جبت مأذون عليك انت برضه. برضه مش بنتك اللي موافقه على الجواز؟ وايه اللي خلاك توافقيها منكوسه انت؟ مبروك يا بابا. هو مبروك. انت ليه محسسني ان انا جاي ايد ورا وايد قدام؟ امال انت جاي ايه يعني؟ داخل ازاي علينا؟ هتتجوز ازاي؟ بمجهودي. مجهودك؟ طبعا. ليه؟ محمد صلاح ولا ابو تريكه؟ محمد صلاح على دماغنا من فوق. هو مين؟ ابو صلاح. هو انت جاي ليه اصلا؟ ده انا نسيت، ده خبطت لي دماغ الله ده يهدك. انا هجيب لك احسن من الشقه واحسن من الشبكه واحسن من قاعه الفرح والوجع الدماغ ده كله. هتجيب لي ايه؟ انا لس. هجيب لك ولا. احفاد. انت زلاني بالاحفاد؟ ما طبيعي بنت لو اتجوزت قرد احسن منك هجيب لي احفاد. لا هجيب لك احفاد قرود، انما تجيب لك حلوين. احفاد امارات كده زي ابوهم كده. ابوهم يا جدو ناجي، جدو ناجي راح، جدو ناجي جه. عايز الولد ولد الولد. مش انت عايز احفاد؟ عايز احفاد ولا مش عايز احفاد؟ انت مش موافق ولا ايه يا بابا؟ ما انت خلاص، ما انت كذبتين. ما ما اتكلمش انت كده بالراحه. بالراحه، دي بقت مراتي دلوقتي. لسه ما كذبناش. هي وافقت، انا خدت الموافقه. كده يا رشا؟ ده انا قلت اتلفي في وشي وتجري يا رشا، حرام عليك. انا جايب بطيخه. يخرب بيت ام البطيخه يا عم والله العظيم اكسرها. لا ما تكسرهاش. بقول لك دلوقتي العروسه وافقت وكل حاجه عليك، الشقه والشبكه والفرح. انت جبت لي شلل. امين. امين امين يا اخويا. ومش الله عايز يسامحك. اسمع صوت عالي في البيت. مش هتسمع. كده مصيبه في منظرك انت وهي. يلا غرف داهيه. ايه يا ابوكي ده؟
هات البطيخه بقى. بطيخه مالها؟ ادخلها التلاجة تسقع. ليه؟ لا احنا هناكلها دلوقتي. تسقع الاول. هناكلها دلوقتي انا وانتي. هات اقطعها. وابوك عايز يجي ياكل ايه نبقى نديله حته. هات اقطعها طيب. ماشي. موافقه يعني يا عروسه؟ موافقه نقول يعني. مبروك. الله يبارك ابوك فيك. بصراحه صدعني.